السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتواجه مشكلة الحشر اللي بتحصل في البرينتر دايما وبيحصل حشر كتير وكده، فأنا جاي دلوقتي أعرفك ازاي تحل المشكلة دي من غير ما تحتاج لفني أو مهندس صيانة مكن تصوير، إنه هياخد منك طبعا زيارة وأنت أولى بكل جنيه. أنت هتروح لأي حد بتاع قطع غيار برينترات أو مكن، هتقول له أنا عايز طقم بكر. الطقم ده ما بيتعداش ال 80 جنيه، 3 بكرات دول. تمام، عايزك بقى تركز معايا في الفيديو عشان اعلمك ازاي ان انت تغيرهم بنفسك، بحيث ان انت تتجنب موضوع الحشر تماما، والبرينتر ايا كان نوعه يبقى كويس معاك. تمام، احنا عندنا طقم البكر بتاع الدرج بيبقى من تحت كده. طب احنا عايزين نخلع طقم البكر ده عشان نغيره، بيبقى فيه لوك هنا ورا اهو. ده بشده عليا كده، بدوس عليه بشده عليا، بتنزل قدامي ايه؟ المكعب بتاع البكر كده. تمام، انا هطلعه اهو. عايزين بقى ان احنا نبدأ نغير البكر ده بنفسينا. البلاستيك ده بتوديه سنة لقدام كده وتطلع اول بكرة. طلع البكرة ازاي بتاعتنا؟ بندوس عليها من اهوت كده، زي ما انتوا شايفين كده. تمام، اول حاجة هنعملها البكر القديم ده هنرميه طبعا، وادي بكرة جديدة من الكيس اللي احنا جايبينه، تمنه ما بيعديش ال 80 جنيه، عشان في ناس بقت بتبيعه غالي دلوقتي. بس اول حاجة طبعا انا عايزك تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك دلوقتي وانت تتفرج على الفيديو، تدوس لايك واشتراك دلوقتي عشان يوصلك كل جديد. تمام، ادي ركبنا اول بكره بتاعتنا اهي. تمام، البكره التانية نفس الكلام برضو، بنشد البلاستيك ديت ونقوم جايين ايه؟ مطلعينها. تمام، بيبقى فيها اكس، هنحطه على جنب كده. حبيبي يا عم يوسف، نطلع البكره التانية نرميها برضو، خلاص ملهاش لازمه، اللي هي بتبقى سبب الحشر دايما. في كابل باور رصاص يا هاني للمكنه دي والمكنه دي. تمام، هنركب البكره بتاعتنا. بتاخد الكابلات اسلوب فين؟ يعني ايه؟ يعني لا ده مش بتاعنا، ده اهو بتاع الناس اساسا. كمان الفرن بالذات عندنا هندسه. الشكل ده يبقى انا ايه؟ ركبت طقم البكر من غير ما احتاج لاي حد. تمام، هننزل بقى نركبه تاني في تحت زي ما كان. هننزل تحت كده، هنحطه الاول من الجنب اليمين كده، بعد كده نبيته. اتاكد اهم حاجه ان الجنب ده بيلف. تمام، حطيته اتاكدت ان ده بيلف كده، والبكر معايا كمان وهو كمان بيلف. تمام، هنرجعها لورا كده وندوس دوسه. اصبح كده معانا ايه؟ انا غيرت طقم البكر. نركب الدرج بتاعنا. وبالشكل ده بيبقى الحشر طبعا ضاع. المفروض ان انا كنت مديها اوردر ان هي تطلعه طبيعي، والبكر القديم ده خلاص احنا بنرميه. بنعرف ازاي ان البكر يعني مش كويس؟ بيبقى ناعم جدا، ناعم، في فرق ما بينه وما بين الجديد. تمام، ادي البرينتر بتاعتنا كده المفروض اشتغلت وطلعت معايا كده، هتطلع معايا الاوردرات طبيعي جدا. بس عايزك تعمل لايك للفيديو وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك مشكله هتكتب لي في التعليقات انا عندي عطل كذا، او مشكله في المكنه مثلا موديلها كذا وبيحصل معايا دايما حاجه معينه، وانا ان شاء الله اعمل لك فيديو اساعدك فيه. والسلام عليكم.